على فكرة في حاجة بتحصل أنا مش فاهمها. حاجة ايه؟ الساعة 7 بالليل والنهار لسه طالع. ايوه، ما هو ده التوقيت الصيفي. توقيت صيفي؟ هو مش كان اتلغى؟ ليه رجعوه تاني؟ هقولك، بس عشان اشرح لك لازم الاول تعرف ازاي الوقت بيتحدد. العلماء بيقسموا كوكب الارض بطريقتين. الطريقة الاولى هي خطوط العرض، ودول 7 خطوط عرض اساسية بيقسموا الارض لمناطق جغرافية وحرارية. واطول خط عرض فيهم هو خط الاستواء، لانه بالظبط في منتصف دائرة الكرة الارضية، وكل ما نقرب منه بتزيد درجة الحرارة، وكل ما نبعد عنه بتقل درجة الحرارة. والحاجة التانية هي خطوط الطول، وهي دي اللي تهمنا في موضوعنا النهاردة. وبتكون عبارة عن خطوط طولية وهمية مرسومة بشكل متوازي على أبعاد متساوية، بدايتها القطب الشمالي ونهايتها في القطب الجنوبي. وهي دي الخطوط اللي بتقسم العالم لمناطق زمنية، لكن الخط الأساسي فيهم هو خط جرينتش، وتسمى كده لأنه بيمر على بلد صغيرة اسمها جرينتش موجودة في لندن. وطبعا كلنا بنسمع عن توقيت جرينتش، وتعالى نفهم ايه الحكاية. توقيت جرينتش بدأ في القرن ال19 بعد ما حصل توسعات في خطوط السكك الحديد البريطانية، واللي كانت بتربط مدن كتير ببعضها. وكانت المشكلة إن كل مدينة كان لها توقيت محلي مختلف عن المدينة التانية، وما كانش فيه توقيت واحد بيجمعهم، وده اللي تسبب في عمل لخبطة في مواعيد القطارات. وعشان يحلوا المشكلة دي قررت إدارة السكة الحديد إنها تعتمد توقيت واحد لكل مدن بريطانيا، وكان هو ده توقيت جرينتش، واللي سموه وقتها توقيت السكة الحديد. ومن بعدها بقت كل ساعات بريطانيا تتظبط على ساعة جرينتش، وعلى آخر القرن ال19 بقى هو ده التوقيت الرسمي لبريطانيا كلها، وانتشر بعدها لدول أوروبا وأمريكا والعالم كله، وتم اعتماده كتوقيت عالمي سنة 1884. لكن مع التقدم التكنولوجي في العالم اتعمل مؤتمر دولي وقرروا من خلاله تغيير اسم التوقيت الرسمي من جرينتش إلى التوقيت المنسق أو اليو تي سي، وده كان سنة 1972. والتوقيت ده بيعتمد على 40 ساعة ذرية متوزعة على 70 مختبر في أماكن مختلفة حول العالم. وساعة الصفر في التوقيت ده هو ساعة جرينتش، والكوكب حواليها متقسم لمناطق زمنية، وهشرح لك ازاي. خطوط الطول اللي قلتلك عليها بتقسم الكوكب ل 24 منطقة زمنية، وكل منطقة زمنية بتزيد ساعة عن المنطقة اللي قبلها، وبتبدأ من المنطقة الأساسية اللي عند خط جرينتش لأن هو ده التوقيت الرسمي. ولو مشيت ناحية الشرق التوقيت بيزيد ساعة لكل منطقة زمنية، ولو مشيت ناحية الغرب التوقيت بيقل ساعة لكل منطقة زمنية. وموقع مصر في تاني منطقة زمنية بعد منطقة جرينتش ناحية الشرق، وده معناه إن مصر بتزيد ساعتين عن توقيت جرينتش. لكن أحيانا مصر بتطبق حاجة اسمها التوقيت الصيفي، وهنا بيختلف توقيت مصر عن التوقيت القياسي العالمي. طب هي ليه مصر بتعمل كده؟ الحقيقة إن التوقيت الصيفي نظام معترف بيه في كل العالم، ومعروف باسم Daylight Saving Time أو توقيت الحفاظ على ضوء النهار. وفي حوالي 80 دولة بتطبق النظام ده، منهم أمريكا وألمانيا وفرنسا. وبيبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في أوائل الربيع، والبلاد اللي بتطبقه بتقدم التوقيت بتاعها ساعة واحدة. طيب ده فايدته إيه؟ ده بيخلي النهار أطول وعدد ساعاته أطول، وده بيخلينا نستفيد من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، وبيخلينا نوفر في مصادر الطاقة المختلفة. والسؤال هنا، هل فعلا التوقيت الصيفي في مصر بيوفر الطاقة ولا لأ؟ المتخصصين في مجال الطاقة في مصر بيأكدوا إن على حسب الدراسات للتوقيت الصيفي في مصر بيوفر تقريبا 10% من الطاقة. وعشان كده رجعنا تاني نطبق نظام التوقيت الصيفي بعد ما كان تم إيقافه في 2016. والسنة دي بدأ التوقيت الصيفي يوم الجمعة 28 إبريل، وهينتهي الخميس 26 أكتوبر. ولحد ما الساعة ترجع تاني ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير لاصحابك وتشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات اللي جاية. وبس كده، مش هطول عليك.